السلام عليكم. قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول سيد شنقريها إن استعراض عام 2022 التاريخي للجيش أكد للجزائريين أن بلدهم في أيد آمنة. وأكد الفريق الأول شنقريها في رسالة تهنئة لأفراد الجيش بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023 إن الاستعراض أثبت بما لا يدع للشك أن جزائر الشهداء في أيدي آمنة، وستظل بفضل الله جيشها المغوار وشعبها الأبي حرة مستقلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأشاد الفريق أول شنقريحة في رسالة التهنئة بالجهود المبذولة من قبل كافة مكونات الجيش لتبقى على الدوام مستعدة للاطلاع بمهامها الدستورية. وأضاف إن العام المنقضي 2022 كان فرصة لجيشنا العتيد من أجل حصد المزيد من النجاحات الميدانية البالغة الأهمية والحيوية لبلادنا، مثل الاستعراض التاريخي والمهيب المنظم بمناسبة إحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال الوطني واسترجاع السيادة الوطنية.